صورة أساطير أو على سماع ثقافي فيكون متوارث من غير مراجعة. هذه المقدمة نقفز إلى خارج المنطقة الداخلية إلى الخارج، حيث عندما تقرأ في ثقافة المستشرقين نجدهم أنهم درسون قبيلة قبيلة، جغرافيا جغرافيا، بلد بلد، لغة لغة. لماذا؟ لأن المستشرقين هم طليعة المستعمرين، هم اللي يكتبون التقارير ويعطون الخريطة الثقافية للمستعمر حتى إذا دخل يعمل عهد مع هذا ويفتت ذاك ويستميل ذلك ويضرب هذا بذاك وهكذا. وهذا اللي حاصل، وحنا بسببنا أعطيناهم الفرصة بضعفنا الزائد. هذا مقدمة تقول لي لك يا مشاهد لا تلومني إذا فتحت التاريخ لكي أقرأه، وإذا كان موضوع الحلقة يزيد بن معاوية لا تلومني، لأن عندما يحيى التاريخ ويتنازع عليه ويوظف خطأ ويحدث فتنة ويشحن النفوس ويربك العلاقات الاجتماعية ويدفع به دفعا إلى ما بعد ذلك، هذه مشكلة كبيرة. تقول لي ليش تفتح الموضوع؟ لا، لازم افتحه، لأن في كل سنة في مواسم دينية يفتح الموضوع ويثار ويتجدد الجدل مرة ومرة ومرة، ونحن مأسورون لعواطفنا، مغلوبون في انتماءاتنا. صعب أن نتحرر بالكلية 100% إلا من رزق العقل وقدر المصلحة العامة واستطاع أن يتخلص من موروث كبير وما كانت عنده مصالح كثيرة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ومع ذلك نظل في بشريتنا. قبل أن أذكر قصة يزيد وعلاقته في واقعنا المعاصر، أقول إن التاريخ ليس لأخذ الأحكام الشرعية بقدر ما هو للاعتبار وقراءة سنن الله سبحانه وتعالى في الاجتماع البشري، كما صنع ابن خلدون وغيره من العلماء. وأيضا فيه أحكام شرعية من جهة التطبيق والتنفيذ، فنحكم عليها ونستفيد من تطبيقات الصحابة وآل البيت والمجتهدين والفقهاء فيها، كيف طبقوها، كيف فهموها. أطرح موضوع يزيد ابن معاوية ومأساة آل البيت والحسين الشهيد، ثم مأساة صحابة الأنصار في المدينة، كلها في خلال 3 سنوات وشهور حكم فيها يزيد. بدأ دولته بدماء وأنهاها دماء أطهر ناس في المجتمع الإسلامي وأزكاهم وأصدقهم. في البداية في بلد خليجي، ما أحب أفصل أكثر، نوحظ في موسم محرم لافتة معلقة مكتوب عليها، خلينا نقراها لكم بالنص حتى لا أخطئ. لافتة عملت بلبلة، مكتوب على اللافتة: معركة كربلاء قائمة بطرفيها اليوم وغدا، في النفس نقطتين، في البيت نقطتين، في كل ساحات الحياة والمجتمع، وسيبقى الناس منقسمين إلى معسكرين، مع الحسين، إلى معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك. هذا الإعلان، هذه اللافتة، هذا البوستر أو الخيمة أو الخرقة العريضة المعلقة أثارت فتنة أنكرها ولله الحمد كلا المذاهب، لأن ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا ينظر إلى التاريخ، ولا هكذا يسقط على الواقع المعاصر، ولا حتى التقسيمة خطأ. هذه التقسيمة اللي كانت من 3-4 سنوات في بلد خليجي ذكرتني بمقال كتبه رمز، وبعد ذلك تقلد أحد المناصب السياسية، ولكن وقتها كتب في فترة قصيرة مقالات في جريدة الراي في 1996 تقريبا، 96-97 بهالحدود. هذا كتب مقالا مؤداه، لا أذكر العنوان بالضبط، لكن مؤداه: إلى متى يظل أتباع الحسين يختلفون مع أتباع يزيد؟ فجعل السنة من جماعة يزيد، وجعل الإمامية المذهب الإمام الاثنى عشري من أتباع الحسين، كما صنع صاحب اللافتة معركة كربلاء اللي أقراها مرة ثانية: قائمة بطرفيها اليوم وغدا، في النفس، في
في البيت في كل ساحات الحياة والمجتمع، وسيبقى الناس منقسمين إلى معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك. هناك صار فيها اعتراضات عامة، وتدخلت السلطة السياسية في معالجة الموضوع، لأن هذا فضلا عن إثارة الطائفية والتقسيم الخاطئ للمجتمع هو أيضا تمزيق للوحدة الوطنية، فلملمت المسألة، ومن ثم كان لابد أن نطرح هذا الموضوع، موضوع يزيد، كيف نقرأه، كيف نتفاعل معه، كيف نفهمه، كيف نتناوله لو طرح في أي يوم من الأيام. هذا هو الموضوع، أرجو أن ندخل به بهدوء. فنحن لا نتكلم عن مقدس، نتكلم عن تاريخ عادي. الحساسية فيه ليس لأنه مقدس، لكن لانتماءاتنا والجو المشحون في العالم كله. رح نطرح هذا الموضوع بكل صراحة من غير مجاملة. دوما لك الحمد يا رب. وقلنا لا نستطيع أن نغفل هذا الاسم في ظل حضور هذا الاسم في الثقافة التي نعيشها سنويا في محرم وفي غير محرم، وما يتبع هذا الحضور من إثارة بلبلة وخلخلة. قلنا أن القسمة باطلة، أن يقال بأن الحسين محسوب على تيار ويزيد محسوب على تيار. كل المسلمين مع الحسين وضد يزيد لأنه ظالم. وهذه الحلقة لبيان الجانب المجهول عند المذهبين الإمامي والسني من أن مراجع أهل السنة بشافعيتهم وحنابلتهم وحنفيتهم وأحنافهم ومن بعد باقي زي ومالكيتهم ضد هذا الرجل وضد ظلمه مع تولي آل البيت الذي هي عقيدة، ومن لم يتولى آل البيت أصلا هو منحرف وخارج عن الصواب والاستقامة. قلنا اسمه، أمه، صفاته، توليه الملك، دولته. يذكر البعض من حسناته، وتأتي هذه في الكتب، لأن غزا القسطنطينية، وفي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأول جيش يغزو القسطنطينية في صحيح البخاري. فهل هذا الحديث الذي عول عليه البعض وفهمه فهما قاصرا وطبقه تطبيقا خاطئا دعاية ليزيد؟ هل إذا قلت افرض ما كان يشرب الخمر دعاية ليزيد؟ لا، خذ هذه القاعدة، يحكم على الرجل بما يغلب عليه. كون فلان مجرم، طاغية، سفاح، هادر حقوق الناس، أباد الكثيرين، كون والله معروف عنه إذا دخل على أمه يكاد يسجد، قبل يدها، كل شيء ولا أمه. أنا لما نقول وعرف عنه أنه مع والدته كأنه العبد المملوك الذي لا يرفع نظره إليها، هذه صفة موجودة عنده، ما تدري شنو أثرها، يعني تلقي بالصغر لكن هل هذه النقطة الغائبة في ظل اللوحة العظيمة المظلمة هي اللي يسيطر عليها الضوء وتخرج؟ لا، يجب أن نكون عادلين. لذلك أنا جايب معي خطوات نحو التفكير القويم، 30 ملمحا في أخطاء التفكير وعيوبه. كثير من كتب التفكير الموضوعي، منهجية التفكير الصواب، النظرة الصحيحة للأشياء، أغاليط طريقة التفكير، وايد. الدكتور عبد الكريم بكار، هذا قواعد عامة كقاعدة التعميم إلى آخره. نمشي. توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة 64. بالمناسبة لما قلت معنى النواصب أنهم يتعبدون الله ويتدينون ببغض علي عليه السلام وأتباعه وآل بيته بالأخص، كلهم قالوا مع اختلاف مذاهبهم، والله أول مرة نسمع الكلام. يحتاج الإنسان يكرر المعلومات، ومهما تكلمت فأن هناك. نجي افتراق الناس في يزيد. كم فرقة افترق الناس في يزيد؟ ثلاث مواقف وكلها اجتهادات. موقف الأول بأنه كافر منافق ما صنعه في الحسين تشفيا من رسول الله، ويا ينتقم من الرسول. وطبعا في التاريخ في أشعار، وهنا تأتي مشكلة الروايات نسبت، لا أحب أذكرها من أجل الوقت فقط. الفريق الثاني كان يظنونه رجلا صالحا وإماما عادلا، وكان من الصحابة، خلط طبعا بين يزيد بن أبي سفيان الذي هو أفضل من معاوية ومن أبيه ومن يزيد هذا، وبين هذا يزيد بن معاوية، زين. وبعضهم وحمله على بعضهم جعله نبيا. خرافات في كل التاريخ موجود. وبعضهم فضله على أبي بكر وعمر إلى آخره. الفرقة الثالثة اللي هم يقولون هو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، سيئاته طغت على حسناته، ينتهي الأمر فيه إلى الفسق والظلم، ومن ثم لا نتولاه
ونتبرأ منه، وليس هو عدل في أن يروى عنه وإدانة كاملة. أنا مع هذا الرأي، فأنا لا أكفر ولا ألعن، مع العلم أن اللعن مسألة اجتهادية كما قال الفقهاء يسوغ فيها، ولعنه من كل المذاهب أناس، لكن المسألة ترتبط في جانب ذوقي وأخلاقي وتربوي، واللعن لا يقدم ولا يؤخر. في نقطة، الرأي الأول اللي قال عنه كافر ومنافق، احنا نقول عنه ظالم وفاسق، اللي قال عنه كافر ومنافق، أحب أبين نقطة للعموم العرب. أحيانا أتأذى من المتمسلم أو المسلم أكثر من أذيتي من الكافر. أحيانا يكون الكافر مسالم قاعد معاي في الوظيفة في العمل، وهذا اللي من بلدي ومن المسلم هو اللي قاعد يبوق البلد وقاعد ينهب الثروات وقاعد معتبر البلد مجرد مرحلة زمنية يريد أن يمتصها، ويخون ويسرق الميراث ويخطط ضدك وقتل ويشرب ويسكر ويشرب مخدرات ويأذيك المسلم أكثر من الكافر. نعم، فقضية كافر من ما كافر هذا حكم شرعي حسب الأدلة تضفي عليه. بمعنى أقصد يعني الحسين ما حصل من الروم ولا من الفرس ولا من اليونان ولا من الصين ولا مما حصله من أبناء بيئته المسلمة. إذن فرقة كفرته وفرقة أحبته وفرقة ضللته. الآن نأتي إلى موقف العلماء من يزيد. طعن العلماء في عدالة يزيد. لو استعرضنا جمهور أقوال العلماء نجدهم يتهمونه بالفسق والظلم، وهذا ما اتفقوا عليه، ويمكن الكلام هذا يكون جديد على الناس. قال ابن كثير: ومنع من ذلك آخرون، يعني لعنه على التعيين، أي أنه ملعون بذاته. وصنفوا فيه أيضا لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه أو إلى أحد من الصحابة، وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخطأ، وقالوا إنه كان مع ذلك، هذا اللي أولوه لو إماما فاسقا، يعني ما يقول بصلاح يزيد الآن أحد، ما أعتقد، إماما يعني حاكما فاسقا. فتنبه إلى أن بعض المتأخرين خلط بين المسألتين. فالأولى حال يزيد حسمها أهل الجرح والتعديل، نقاد الحديث اللي يصنفون الناس، وتنظر في كتب التراجم، لا يروى عنه ولا يجوز الرواية عنه أبدا، كما قال أحمد بن حنبل وكل الفقهاء. الثاني حكم لعنة اللي هم اختلفوا فيه، أقوال بعض العلماء فيه. أجيب لك المشاهير، أنا ممكن ترى مكتبتي نص الكتب جايب، أجيب لك المشاهير الكبار. عمر بن عبد العزيز، أولا عمر بن عبد العزيز أموي، ثانيا عمر بن عبد العزيز عابد، ثالثا عمر بن عبد العزيز خليفة، رابعا عمر بن عبد العزيز فقيه مجتهد لكن شغلته الخلافة. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ذكر ابن حجر إمام أهل النقد في عصره، بل في عصور المسلمين كلهم، القرن التاسع الهجري، في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية أحد الثقات، حدثنا نوفل بن أبي عقرب ثقة، قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال أمير المؤمنين يزيد، فقال عمر تقول أمير المؤمنين يزيد؟ وأمر به فضرب 20 صوتا. تهذيب التهذيب، السير، تاريخ الإسلام، كل المراجع تذكر، وأنا قرأتها أيضا. تقول أمير المؤمنين، تسميه أمير المؤمنين، جلدوه 20 صوتا، وهذا نوع من التعزير والتأديب، لأن قالها على صيغة شنو؟ قالها على سبيل الثناء والتمجيد، لكن قد تقال تجوزا من باب واقع أنه أمير. لكن لاحظ أن عمر بن عبد العزيز يعرف معنى العدالة، أزال ولاة الحجاج، حاول أن يقيم، مع ذلك سموه. القضية مو خاصة بآل البيت، أنا ممكن أسوي لك فقط حلقة كاملة في تاريخ الإسلام، عباسي أموي أندلسي، ممن قتل والده وممن قتل أخيه في سبيل الملك. هذا ملك كرسي حبيبي، تقرب عنا حشيك من تكون، لا تقرب. فالقضية ليست استقصاد فقط لشريحة معينة، لكن هذا شيء عام. نجي على الإمام أحمد بن حنبل، هذا يسمونه إمام أهل السنة. قال صالح بن أحمد، هذا رواية في مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الرابع 295. قال صالح بن أحمد، يسأل أبوه
قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أعوذ بالله. يا بني وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت ألا تلعنه؟ ألا تلعنه؟ فقال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ يا سلام، شوف التربية، شوف الأخلاق. هو مجرم، لعنك ما راح يقدم ولا يأخر. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين، نستكمل هدم وهم أن يزيد بن معاوية محسوب على أهل السنة والجماعة. والصحيح أن يزيد كما كتبت في مقال قديم في جريدة الراي بعنوان يزيد زعيم عصابة، عندما تقرؤون أسماء الذين شاركوا في قتلة الحسين عصابة لا أخلاق ولا دين، ومن يكون هؤلاء هم حاشيته وقواده عليك أن تعرف ما هي أخلاقياته وتكوينه النفسي أصلا. نستكمل الحديث. قلنا هناك كلام تربوي. نعيد كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. سأله ابنه، كلام أئمة أهل السنة في يزيد، سأله ابنه صالح: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ مجموع الفتاوى الجزء الرابع 295. وأورد أيضا وروي عنه أنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال نسب إلى صحابة آخرين حديثا نبويا، تنقل عنا الحديث تأخذه؟ قال لا، ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ يعني ليس فقط في آل البيت، بل تمم بدأ خلافته بقتل آل البيت، وأنهى خلافته بقتل أبناء الصحابة وإذلال الصحابة. الآن تأتي رواية مهنا أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، قال هو فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال الحنبلي، وبإسناد صحيح، الجزء الثالث صفحة 520. ونقل ابن مفلح الحنبلي في الكتاب، كتاب أخلاقي دائما موجود في كل بيوت المسلمين مثل رياض الصالحين، كتاب الآداب الشرعية، عن الشيخ تقي الدين تعليقا على الرواية السابقة، قال هذا أكثر ما يدل على الفسق، يعني ما يكفر لكن الفسق. تقول لي ركز الإمام أحمد بن حنبل على المدينة، لماذا؟ ما ذكر مذبحة؟ لأن البعض شكك أن هنالك أمرا من يزيد في قضية قتل الحسين. هو قال احجزوه أن يأتي عن العراق. قال إذا مررنا هذه الرواية أنه ما أمر مباشرة، فأين يذهب من المدينة وهو أمر مباشرة؟ نأتي الآن توضيح أكثر. موقف الإمام ابن تيمية الذي فهم خطأ كثيرا. ابن تيمية يفرق بين أن تقول كافر وتلعن المعين، يقول ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لا تلعن فلان بعينه، لأن مآلات الأمور عند رب العالمين، ولا تدري بما ختم للإنسان، ويعطيك تعليلات موجودة. وبعد ذلك يرجع ويقول واللعن المعين مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، المجتهدين لا إنكار عليهم، هذا لهم رأيهم وهذا اللي رأيي، هذه وحدة. يقول في مجموع في منهاج السنة النبوية، مع أن هنا يناقش مخالفيه، لكن في صفحة 567 غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا، وفي موقع آخر وظلمة عندما جعله مع الحجاج. ويقول أيضا يزيد ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره. 558.
يعني ما البغاة القتلة لو كان نيته سليمة أو غير راضي أجهز عليهم، لا، ما فعل هذا الشيء. وهذا الكلام يقوله أيضا في مجموع فتاواه. ماذا يقول؟ المجلد الرابع يقول: لكنه مع هذا لم يقم حد الله، يعني عطل الحكم الشرعي في أكبر مصيبة، في القتل، عطل حدود الله سبحانه وتعالى. وفي قتل من؟ في قتل من؟ في قتل القطة، في قتل سيد شباب أهل الجنة، في قتل ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في قتل الحسين الشهيد. تصور، عطل حد الله لأن العصابة متواطئة وتواطأ معها. يقول: لكنه مع ذلك لم يقم حد الله على قتلة الحسين رضي الله عنه ولا انتصر له، بل قتل أعوانه لإعانة ملكه. ركز يا متعاطف. ولا أعتقد في التاريخ الإسلامي متعاطف اليوم مع هذا اليزيد إلا من لا يعرف. وقد نقل عنه أنه إلى آخره هذا ثم يأتي في موضع آخر، فماذا يقول؟ هذا صفحة كم؟ الآن 484. وأما ترك محبته يزيد الخاصة إنما تكون أو أما ترك محبته فلأن، ليش نترك محبته؟ ليش ما نحبه؟ يقول لك ابن تيمية. ليش نكرهه؟ يقول: لأن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس واحدا منهم، يعني حتى ليس من الصالحين بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال: ومن آمن بالله، نفس كلام أحمد بن حنبل، ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين. الله لا يحشرنا مع لا يزيد ولا مع أمثاله من الملوك منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. لا نبي نكون مع أحد من الظلمة إطلاقا. أين هذا الكلام؟ لماذا لا يبرز؟ من الذي دفنه؟ ما هو مطبوع ظاهر، لكن لأن أصلا ماكو مشكلة في الساحة. لكن لما ثارت المشكلة صارت ردة فعل. أنا ألمع يزيد لأن المخالف يطعن فيه. لا، غلط. أنت تنطلق من الحقيقة الماثلة أمامك بقطع النظر عن الآخرين. لا تكون مواقفك ردة فعل وأنت تعرف أن الحقيقة ضدك. الحق قبله من أي أحد، حتى لو هذا الأحد اختلفت في توصيف الحدث أو وظفه لصالحه أو أي شيء. كن منطقيا عاقلا وخذ الأدلة من أماكن. هذا أيضا رأي ابن تيمية. عند رأي آخر في المجلد الثالث ما جبته أقرأه عليكم، عندما قال: الأمر الثاني فإن أهل المدينة، طبعا يعني وجرت في إمارته أمور عظيمة. المجلد الثالث 412. وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه. أما الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد 3 أن يدخلوها بالسيف ويبيحها 3، فصار عسكره في المدينة النبوية 3 يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، يوم كان فيها يعني الزبير عبد الله بن الزبير، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة. ماذا ختم ابن تيمية؟ قال: وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. 412 جزء الثالث. هذا بعض مواقف ابن تيمية. بعد عندنا مواقف عشرات الفقهاء، وسنقرأ عليكم الكتب سواء ابن خلدون، ابن الجوزي، ابن كثير، الآلوسي، فتح الباري، ابن شذرات الذهب، كل هذه المراجع، ونؤصل بعض القواعد لكي نؤكد أن يزيد ليس محسوبا على أحد، إنما محسوب على الطواغيت والظالمين، حتى تتجلى الحقيقة، حتى لا نخلط الأوراق، حتى نخرج هذا الإنسان من معسكر الصالحين والمسلمين فلا يتولاه أحد، وحتى نقرأ التاريخ قراءة صحيحة ناضجة. هناك من يقول له حسنات، فقد بكى على آل البيت وخلع عليهم الخلع، وضعفوا الروايات التي قالت أنه أساء لنساء آل البيت التي نجين من المذبحة، وقالوا أنه غزا القسطنطينية وهذه فضيلة له،
وقالوا أن ابن العربي المالكي دافع عنه وجاء بروايات. كل هذه الأساطير سنناقشها في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا